الشرطه ديما تمشي وتجي، ديما فما الشرطه. انا واحد من الناس صار لي موضوع، فما زوز حبوا معناه يفكوا لي الهاتف نتاعي، الهاتف اللي هذا قاعد نصور به تو. ويعني من الطاف الله، يعني من القدر سبحان معناه، سبحان ربي. في اللحظه هذيك عديت كرهبه الشرطه، مشيت لهم نجري، قلت لهم بور فافور اجودا، بور فافور اجودا، دويز لادراو اكيد. يعني مشاو لحقوا بجرتهم والحمد لله منعوني. كان ما جاتش كرهبه الشرطه راني مشيت. من اللحظه هذه مانيش مصدق، ديجا مانيش مصدق اللي انا منعت، يعني انا وتليفوني ودراهمي والكارتة نتاعي وكل شيء. هذاك علاش يلزمك ديما ترد بالك في البرازيل. زعما واش تلاحظ انت في القدره الشرائيه تاع البرازيليين؟ في البرازيل اشكون كاينه قدره شرائيه مليحه احسن من تونس والجزائر ولا لا؟ والله والله ايش باش نقول لك خويا سفيان، انت والولايه اللي تعيش فيها، وانت والمدينه اللي تعيش فيها، وسواء تعيش في السنترو ولا في باي هولونجي، يعني نقولوا احنا بعيد على السنترو، فهمتني؟ اذا كانك تعيش في السنترو راهو غاليه شويه، لكن فما اماكن تمشي لهم تقضي منهم يعني مواد غذائيه ولا مواد تنظيف منزليه، نقولوا احنا بسعر يعني منخفض شويه، كيما نقولوا احنا اتاكاديستا، يعني ميركاداو مينيسيبال، يعني السوق الاسبوع. يبيعوا بالجمله. ايوه، باش خويا تاخذ نقولوا احنا باقل سعر. لكن اذا كان باش تمشي تقضي من مينيسترا مثلا، ولا من باوديا سكر، هذوكم يعني محلات غاليه، كيما احنا عندنا كارفور في الجزائر وفي تونس، فهمتني؟ هذوكم يعني للناس الاغنياء، فهمتني؟ اما انت تحاول تتصرف، يعني تكتشف الاماكن، هذا هذا المحل رخيص، هذا غالي، نمشي للرخيص، فهمتني؟ انت اللي تحاول تتحكم في المقدره الشرائيه نتاعك، فهمتني؟ اها. يعني المواصلات والنقل ومتروات كاين في البرازيل ولا اسهل من الجزائر كي تتنقل ولا؟ كاين هنا المواصلات، يعني نقولوا احنا منظمه على الاخر. موجود اذا كان تحب تاخذ اوبر، اذا كان تحب تاخذ 99، اذا كان ما عندكش برشا دراهم يعني بزاف دراهم، تاخذ الاونيبوس اللي هي الحافله. في ساو باولو في الكابيتاو يعني في العاصمه موجود زاد المترو، موجود التران، يعني كل شيء موجود، كل شيء متوفر. التران يجي في الوقت نتاعو، الكار يجي في الوقت نتاعها، امورك واضحه في امور مواصلات في البرازيل، ما تخممش. انا للحظه هذه ما كليتش الاكل البرازيلي. اول ما جيت للبرازيل فما شكون الله غالب، قولوا احنا يعني عداها عليا واكل لي الحمل حلوف، الحمل الخنزير. وصار في ما على اخوك بالكش بطس انت. انا ما على باليش، انا ما على باليش. صار في بطس بيطار حسيل و3 ايام ما نجمش ناكل، فهمتني؟ احنا العرب الماكله نتاعنا يعني مختلفه، فهمتني؟ لكن عموما الماكله نتاعهم بنينه، يعني كي ماناش نحكيو على اللحم الحلوف ولا لحم البقر ولا لحم الخروف، نحكيو على الاكل، يعني على مثلا فاصوليا الفيجان ولا الاهوز، يعني الروز. عندهم برشا ماكله بنينه، الماكله نتاعهم يعني قويه، نقولوا احنا حتى للجسم نتاعك تخليك يعني انسان مريقل معناها. صح. كاين الحلال في البرازيل ولا ما كانش؟ اي موجود، موجود، لان كارني جي فاكا، كارني جي بوي، كارني جي بوفينا، كارني جي فرانغو، بيشي، يعني دجاج موجود، سمك موجود، لحم البقر موجود. كان لحم الخروف للحظه هذه ما قابلتوش، لحم الخروف ما قابلتوش للحظه هذه بالنسبه ما لحم لي. الخروف لازم تروح تذبح وحدك. ايوه صحيح، يلزمني نروح يعني للمذابح ونذبح خروف وحدي ونروح به للدار. ايه مليح مليح. وفوت رمضان في الغربه ولا مازال؟ لا مازلت. انا خاطر كي جيت الثاني عيد، معناها الثاني يوم نتاع العيد الفطر، نتاع معناها نتاع العام اللي فات. عديت رمضان في بلادي في تونس، يعني وفا رمضان جاء يعني اول يوم في العيد، ثاني يوم ومن بعد سافرت للبرازيل. يعني اول رمضان مش نعدي في البرازيل هو رمضان هذا اللي مش يجي في شهر مارس يقول. بون، المهاجر كي يجي ويوصل للبرازيل وين مهم. تنصحوا انت يروح باش يقدر يلقى خدمه؟ ليه؟ بالنسبه للمهاجر عربي يحب يجي للبرازيل، اول حاجه ننصحه باش يدرس الموضوع من اللي هو في بلاده، يدرس الموضوع. فما نقولوا احنا ابليكاتيفو، فما مواقع يعني في الانترنت يشوف بهم كيفاش ينجم يلقى خدمه، كيفاش معناه يلقى سكن. راهو السكن اهم من الخدمه خويا سفيان في الفتره الاولى، السكن اهم. يعني السكن باش نحط
معناها فاليزاتي دبشي كل شيء. صح. من بعد اذا كيفاش كان يلقى سكن؟ كيفاش يلقى سكن؟ نبداو بالسكن هو الاول. يعني بالنسبه للسكن راني وصلت للبرازيل، خلاص وصلت للبرازيل. كيفاش نلقى سكن تاع لهنا؟ بالنسبه للتجربه نتاعي انا، اول ما وصلت انا للبرازيل على الاول بالطبيعه عندي حاجز فندقي 10 ايام، قعدت نلوج. فما ابليكاسيون اسمها ماركت بليس، انت تعرفها يظل. هذيك دخلت عليها، كتبت الوغا كوارتو والوغا كازا، جاوني برشا يعني يعني عروض. المنازل باللغه البرتغاليه كتبتها؟ ايوه باللغه البرتغاليه تكتب باهي. الوغا كازا، الوغا كوارتو، الوغا ابارتامنتو، كيتشينيتشي، اللي تحب عليه انت. لقيت يعني غرفه في المنزل اللي كنت نسكن فيه قبل، خاطر انت تعرف لي انا تو وليت نسكن في بلاصه اخرى، غيرت يعني. لقيت كوارتو، يعني غرفه كوارتو اللي هي غرفه ب 850 ريال. اي قلت صافا مريقل، تو نكري فيها شهر شهرين ثلاثه باش نبدا نديماري اموري. اذا كان عجبتني نكمل، ما عجبتنيش نمشي لبلاصه اخرى. سهله على الاخر باش تعمل يعني باش تلقى ايجار في البرازيل، سهله على الاخر. وحاولوا تتواصل مع المالك مباشره، مش يعني مع شركات عقاريه وكذا وضمان ومانيش عارف وكذا وضامن، فهمتني. تواصل مع المالك ديريكتومون يعني بالواتساب، صح. فهمتني. وباش تلقى خدمه على السريع. الخدمه زاد كيف تدخل للباجات البرازيليه، يعني تدخل الباج البرازيليه مثلا انتريغانو برازيل، مثلا انتريغانو ساو باولو، ولا في المدينه اللي انت تعيش فيها، فهمتني. تكتب كل شيء بريفو بالبرتغالي. يعني عمل، فرص العمل. ايوه ايوه وظيفه صحيح. مثلا تكتب اللي انت كانك دهان، تقول دهان بينتور. كانك حجام تقول حلاق يعني كاباليليرو. كانك مانيش عارف انا تخدم في مطعم، تكتب يعني ريستورانشي اجودانشي ولا مانيش عارف، فهمتني. الوظيفه اللي انت تعرفها تكتبها، وتلقى يعني برشا تفاعلات. كل واحد يكلمك على الواتساب يقول لك حبيت تخدم معايا كذا 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 كذا. معناها سهل، راه سهل الحكايه، معناها جيست شويه هكا تخديم مخ وشويه صبر وكا. والتجاره هنا في البرازيل عموما فيها الدراهم ولا ما فيهاش؟ فيها موجود خاطر لهنا البرازيل بلاد استهلاكيه. يعني انت تعرف اللي البرازيل يعني من اكثر البلدان الاستهلاكيه، الناس تستهلك يوميا. دونك اذا كان انت باش تشتري حاجه وتبيعها باش تمشي معك، لكن يلزمك تعرف كيفاش تتصرف. ساعه ساعه، خاطر تجيك صفقه يمكن تطيح فيها، ساعات تجيك صفقه تطلع فيها انت ومعناها والتصرف نتاعك، فهمتني. وش هي لكن المجالات فيها اللي فلوس. تقدر مثلا دير فيها تجاره؟ مثلا مانيش عارف تعمل محل تليفونات، محل يعني تليفونات تبيع يعني تليفونات وكذا. كانك انت معناها تصلح، زاد تفهم في التصليح، تصلح تليفونات. يعني فيها برشا فلوس. مثلا انا واحد من الناس اللي حط الشيء هذا. فيها دراهم. آه، هاي الدبش زاد، اللبسه، فهمتني يعني الهوبا. هاي دبش هنا يحبوا اللبسه اللي هي برواحهم بالباهي، سواء نساء سواء رجال. يحبوا هكا يعني، يحب روحه ديما شيكي وكذا، فهمتني. ما فيها حركه. ايه العطورات زاد، انت تعرف زاد اخوي سفيان، نتعدى في الشارع يعني يعني الريحه نتاع البرفومي، يعني كل شخص يتعدى بحذاك يعني الريحه نتاع البرفومي ما تحكيش، فهمتني. الكل يعني تحب البرفان والعطورات وكذا، تحل محل نتاع عطورات. الاكل زاد، كان تحب تحل مشروع نتاع اكل ريستورانشي عربي مثلا، جزائري تونسي مروكي سوري عراقي، ناس ياكلوا يحبوا الماكله، فهمتني. ايش ناوي انت؟ ناوي تقعد هنا تكمل برك حياتك هنايا، ولا تاخذ طيب. اقامه وجنسيه وتروح لاوروبا ولا؟ انا اول ما جيت البرازيل كنت نخمم بنفس الطريقه اللي قلت لي عليها، كونه يعني نعمل اقامه وجنسيه ونروح لاوروبا. من بعد حسيت روحي بديت نتاقلم في البرازيل، ما عادش نحب نخرج من البرازيل. هذاك علاش انا حتى في فيديوهاتي نقول اللي راهو انسان باش يتاقلم في البرازيل ما عادش يحب يخرج منها. يعني يمكن تمشي سياحه مثلا، اما باش تعمل اقامه مثلا في ايطاليا ولا فرنسا ولا المانيا، لا، حترجع للبرازيل، خاطر ديجا انت تاقلمت في البرازيل، ما فماش علاش باش تغادر البرازيل، فهمتني. انت واحد من الناس ناوي تستقر في البرازيل لانها عجبتك؟ اخوك انا توا سيت نجم تقول وليت برازيليرو يعني. انا اخوك توا في البرازيل. برازيل يا خويا يا خويا. اخوي البرازيل راهي بلاد زوينه، راهو غير اعرف كيفاش تتصرف. هذه نصيحه لبرشا ناس، راهي مربوطه بحسن التصرف نتاعك، راهو يكذب عليك. في الاخير واش تنصح الشبيبه اسكو مثلا
يخرج عليهم هذا البروجي تاع البرازيل، والله يروحوا نبلشوا يشوفوا جوله اخرى فيها. باهي. بالنسبه انا لي تو باش نحكي عن الناس. باهي، انا باش نحكي عن الناس اللي مثلا ما عندهمش فيزا، ما ينجمش يتصرف مثلا في فيزا لاوروبا، مش يقعد له حل البرازيل مثلا من البلدان الموجوده في معناها بقيه العالم. البرازيل بلاد باهيه، لكن جيبوا معك دراهمك، حافظ اللغه البرتغاليه. نقولوا احنا اصبر، الصبر زاد مهم. وحاجه اخرى، رد بالك من المخدرات. هذه حاجه نسيت باش نقولها، ما تتبعش طريق المخدرات. راك تتبع طريق المخدرات لهنا وفات عليك. انا نعطيك يعني عن تجربه، وناس نشوف فيهم، وانت تعرف ناس تعيش في الشوارع، مره دورج تجي هو دروغه دروغه، فهمتني؟ معناها موضوع فاشل على الاخر. وكاو معناها تقصد ربي وتقول يا ربي كون معايا وديماري على روحك معناها، فهمتني؟ وكون وحدك، يعني ما تعمل على حتى حد، لا عاوني ولا ساعدني، ساعد روحك وحدك بوحدك، فهمتني؟ وربي يكون معك. صحيح خويا، تطيح وحدك، تطلع وحدك، في الوسط وحدك، ديما وحدك، باش ما تقعدش من بعد. هذه صحيح، في تخميمه، تبعيه تكمبيصه كما تقولوها انتم. صحيح بعد تولي فيها برشا تكنبيس وبرشا، يعني ماك تعرف يعني الناس كيفاش. وحاجه اخرى، انا في البرازيل مثلا كي تطلبوا من انسان، يعني شخص عربي عايش في البرازيل، لوج لي خدمه ولا سكنني معاك ولا خدمني معاك، كي يقول لك راني ما نجمش، مش معناه هو انسان خايب ولا انسان قلبه خايب، لا. على خاطر مثلا انا تو باش نعاون شكون، ولا انت خويا سفيان باش تعاون شكون، بعد ما تعاونوا يغرقك، فهمت علي؟ انت تعاونوا، هو يغرقك من بعد، فهمت؟ يحكي في ظهرك، صح. يمشي للناس يقول لهم، فهمت؟ باش الناس تفهم علاش معناها الناس اللي عايشه في البرازيل يقول لك شبيه من الناس اللي في البرازيل ما يحبوش يعاونونا. عاون روحك بروحك، انا في البرازيل عاونت روحي بروحي، خويا سفيان عاون روحه بروحه. كون انسان عندك ثقه في روحك، ما تعطي ثقه في حتى حد وما تعتمد على حتى حد، هذه حياتك الخاصه، لازمك تكون انسان هك من عيش الاخر. غربتك راجل. صحيح. مشيت معاك مريقل، مشيت ما مشيتش الله غالب، هذاك ربي شنو حب. مفيد انت اسعى وكو. المهم خوتي، مرحبا بكم. اللي حاب يحكي حكايته مرحبا، يتصل بيا في التعليقات، ولا نعطيه الانستغرام تاعي، يتصل بيا عن طريق الانستغرام ويحكي حكايته. بالنسبه لي خاصه الجماعه اللي هنايا اللي عايشين في البرازيل، اللي حاب يحكي حكايته يتفضل. هكذا خوتي، وننفعوا ان شاء الله الجميع. المهم القناه تاع اليوتيوب تاع خويا التونسي راني نخليها لكم في صندوق الوصف، والقناه تاعي ثاني راكم تلقاوها في صندوق الوصف تاع التونسي هكا، والعكس صحيح. ونخليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله مع حكايه وحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.